واحد الراجل غادي يمشي عند الجزار باش يشري اللحم، ومنين غادي يعطيه الجزار اللحم غادي يتفاجئ ان داك اللحم ماشي اللحم ديال المعزه وماشي اللحم ديال حولي، وانما اللحم ديال الانسان. وشكون هو هذا الانسان اللي الجزار كيبيع اللحم ديالو؟ وعلاش وكيفاش؟ واجي تعرف الحكايه. القصه ديالنا اليوم غتدينا لمصر عند واحد الجزار سميتو خميس. تعلم هاد الحرفه ديال الجزار مع المعلمين اللي كان كيخدم معاهم ملي كانت عنده 17 عام، وملي وصل ل 35 عام قرر انه يولي يخدم الراس ويكري محل ويبدا يخدم الراس. وهذاك الشيء اللي دار خميس، كرا محل، جاب ليه الماتيريال ديالو وبدا الخدمه. وخميس كان معروف عليه كيغش في اللحم، والناس كاملين ديال فين ساكن كلهم عارفين انه غشاش وكيبيع اللحم مغشوش. وغتقول لي كيفاش اللحم مغشوش؟ غادي نقول لك كيشد اللحم ديال عتروس وكيشد اللحم ديال حوليه وكيخلطوا مع اللحم ديال حولي وكيبيعوا كامل بثمن واحد. هادشي علاش كانوا الناس كيقولوا انه غشاش، ولكن ورغم ذلك كانوا الناس كاملين كيجيو عند خامس وكيتقداو من عنده، حيت كان كيدير واحد الثمن اللي ديال الدراوش، كيبيع بواحد الثمن الجزاره كاملين ما كيبيعوش به. وهنا خميس غادي تولي تجي عنده واحد الدريه سميتها حسنى. هاد حسنى هادي عقلوا عليها مزيان حيت غنحتاجوها في القصه ديالنا. ولاش كتجي عنده هاد حسنى هادي كتقدم عنده اللحم، وخميس عجباتو هاد حسنى هادي. هو يقرر خميس انه يمشي عندها ويطلبها من والديها باش يتزوج بها. وحسنى معروف على انها اللي كيجي يخطبها ما كتبغيش، ما عرفتش شنو باغي. المهم اللي جا خميس جلس مع الاب ديالها، السلام عليكم السلام عليكم، كي داير بخير؟ اشنو حب الخاطر؟ اسيدي انا راه جيت بغيت نخطب بنتكم ونتزوج بها ديريكت بلا ما نضيعوا الوقت. باش حسنى غادي يقول خامس انت صراحه ما كتعابش، حتى حاجه فيك ما كتعاب، ولكن كاين واحد المشكل واحد، ان الحي كامل كيقولها فيك خايبه، كيقولوا انك كتبيع اللحم مغشوش. هنا خميس هو يقول لبات حسنى لا، راه هاد الهضره كامله اللي كتسمع عليا راه ما منهاش، وهادوك غير اعداء النجاح هما اللي طالقين عليا هاد الاشاعه هادي، ومنهم الجزاره حيت انا كنبيع بواحد الثمن اللي رخيص وعندي كليان بزاف اللي كيجيو يشريو من عندي. وفعلا لا جينا للصراحه خميس عنده كليان بزاف حيت داير واحد الثمن اللي رخيص ورخيص بزاف. وهنا الاب ديال حسنى غادي يقول لخميس ما قلتي عيب، نوض نمشي نسولها ولا بغات ما نزيدكم غير الخير. وداك الشيء اللي دار باش حسنى دخل عند حسنى هو يقول لها راه خميس جا بغى يتزوج بك. وحسنى اصلا خميس كيعجبها حيت خميس من النوع ديال الرجال اللي قبيح ومسيطر كما كيقولوا المصريين. ووافقت حسنى وتزوج خميس وحسنى. بقات غدا الايام والشهور والاعوام حتى غدا تدوز مده 3 سنين. وهنا خميس طلع ليه الدم حيت حسنى لمده 3 سنين ما حملتش ما ولدتش ليه ولد، حيت خميس كان الحلم ديالو انه يكون عنده ولد وحسنى ما كتولدش او عاقره او ما عرفت شنو السبب. المهم ولا خميس وحسنى ديما مضاربين وديما في الصداع، لدرجه ان خميس ولا كيقول لحسنى غادي نطلقك. وهنا حسنى قالت لخميس الا طلقتيني رانا كاتبه لك في مؤخر الصداق خاصك تعطيني مثلا واحد 7 المليون ولا 10 المليون. وهنا خميس طلع ليه الدم وشد حسنى بقى كيضرب فيها لدرجه انه هرسها من يديه. وحسنى هنا مشات لدارهم، وخوتها من اللي عرفوا هذا الشيء اللي دار خميس جاو عند خميس وفرشخوه مزيان. وهنا حسنى غادي تمشي للمحكمه ورفعت على خميس دعوه ديال انه يعطيها مؤخر الصداق، وحكمت المحكمه بصالح حسنى. وهذا الشيء اللي غادي يخلي خميس ما مسروطاش ليه. ودازت شي ايام وهنا خميس غادي يبدا يتشبت في حسنى وبدا كيمشي عندها وكيطلب منها السماحه وقال لها صافي اجي نرجعوا ونعيشوا حياتنا ما عندنا ما نديروا بالولاد. وهو في الحقيقه غير كان كيتشبت فيها باش ما تصيفطوش للحبس، وحيت اصلا ما عندوش باش غيعطيها داك المبلغ اللي حاطه ليه مؤخر الصداق. المهم حسنى رجعت للدار وبقاو غاديين في حياتهم عادي جدا. وخميس رجع كيبيع ويشري اللحم. وواحد النهار بالضبط خميس غادي يكون داير واحد العرض اللي مغري، داير واحد الثمن اللي ما يمكنش، والناس مجموعين عليه وكل شيء كيشري في اللحم. حتى غيجي واحد الراجل وبغى يشري من عنده اللحم، عطاه الفلوس، خميس عبر ليه اللحم وعطاه اللحم. فاذا بالراجل ملي غيشوف داك اللحم ما غاديش يعجبو، هو يقول لخميس هاد اللحم هذا راه ما عجبنيش، وهاد اللحم هذا راه ماشي ديال حولي ولا ديال، حيت اللحم ديال الحولي كيكون فيه الدهون، ولكن هاد اللحم شو ناشف بان ليا بحال شي لحم ديال شي كلب. خميس شد لك داك الراجل ويبدا يفرشخ فيه. داك الراجل اشنو دار؟ مشى عند البوليس وقال لهم رانا مشيت عند الجزار اللي سميتو خميس وبغيت ناخذ اللحم. عطاني خميس واحد اللحم وداك اللحم بان ليا ناشف بحال شي لحم ديال شي كلب، محال واش يكون داك اللحم ديال حولي او ديال حوليه. وملي قلت ليه ها كاين وها كاين شدني ضربني، وداك الشيء اللي جيت لعندكم. داك الشيء اللي داروا البوليس خرجوا مع الراجل مشاو عند خامس. وملي وصلوا عند خامس بداو كيقلبوا في اللحم
كيبان لهم فعلا داك اللحم ماشي شلهي، راه باين اللحم ديال البقري وباين اللحم ديال الغنمي. هذا ما كيشبه لا اللحم ديال البقري ما كيشبه لشي اللحم ديال الغنمي. هادشي اللي غادي يخلي البوليس يعيطوا للجهات المختصه ويهزوا شويه من اللحم ويديروا ليه التحاليل. ملي رجعت تقرير من عند الناس اللي داروا التحاليل اللحم تبين ليهم ان داك اللحم فعلا ماشي اللحم ديال البقري وماشي اللحم ديال الغنمي، وانما اللحم ديال الانسان. وهنا البوليس تصدم، والحي اللي كان ساكن فيه خامس كله تصدم. او هاد المده كامله وحنا كناكلوا اللحم ديال الانسان؟ ما يمكنش. والبوليس هنا غادي يشدوا خامس وداوه معاهم باش يديروا معاه التحقيقات، وما لقاو الصعوبه مع خامس، غير شدوه وداروا معاه شويه التحقيقات ويقول لهم ها كاين وها كاين وهداك اللحم من جبته. كلكم دابا غادي يضركم راسكم وباغيين تعرفوا اللحم ديالي. كنتمنى ما تنساش وانت كتفرج في الفيديو انك تورك على لايك ودير الاشتراك باش نكبروا العائله، وباش اي فيديو حطيته او قصه تشوفها انت الاول. يلا نكملوا القصه. وهنا خميس غادي يقول لهم واحد النهار حسنى من بعد ما تضاربش معاها ومن بعد ما رفعت عليا دعوه ورجعتها للدار، دخلات كانت باغا تدوش، وانا ندخل موراها وهزيت الجنويه ذبحتها وقطعتها ودرتها في الثلاجه، ووليت كل نهار كنخلط اللحم ديالها مع اللحم ديال الحولي او اللحم ديال المعزه وكنبيعو. ولكن الراس والصباع والرجلين ما قدرتش كيفاش ندير نبيعهم، ها هما خليتهم في الثلاجه. وفعلا هذاك الشيء اللي قالوا لهم كله لقاوه البوليس في الثلاجه. وهنا البوليس ملي كملوا التحقيقات ودفعوه للمحكمه غادي يتحكم على خميس بالاعدام شنقا. الا كنتي مشيتي عند شي كزار وشكيتي في ذاك اللحم راه ما فيها باس انك تمشي عند البوليس وتقولها ليه، حيت راه كاينين شي كزاره ما كيخافوش الله بصح. كاينين شي كزاره كيخافوا الله وكيبيعوا داك الشيء مزيان، ولكن راه كاينين شي كزاره ما كيخافوش الله والهم ديالهم هو الربح السريع. ما كيهمهمش انت، كتهمهم فلوس. والعبره من قصه خميس، شوفوا معايا شحال ديال الناس جاو خداو من داك اللحم وما داو ما جاب، الا داك الراجل بسببه تكشفت هاد الجريمه. كل ما داك الراجل اللي جا وقال الخميس داك اللحم راه ديال الكلب وخميس ضارب معاه ما كناش غنعرفوا هاد القصه هادي وما كانش خميس غيمشي للحبس. ولكن وسط الناس كاين واحد ديما ما غدارش بيه، وكون انت ولا انت داك الشخص اللي ما كدارش بيه. السلام عليكم، نشوفكم في فيديو